بمناسبة افتتاح المتحف المصري، هل انت كنت تعرف ان المصريين القدماء كانوا بيعيشوا بنظام غذائي متوازن اكتر من ناس كتير النهاردة؟ من آلاف السنين قبل ما يبقى فيه اصلا دكاترة تغذية او سعرات حرارية، المصري كان عارف يعني ايه الاكل الصحي. كل ده تحت مبدأ عظيم عندهم اسمه معت، يعني التوازن والانسجام في كل حاجة حتى في الاكل. الخبز كان الأساس في أكلهم ومعمول من القمح والشعير، مصدر للطاقة وغذاء للحياة، يعني حبوب كاملة. وكانوا بيعتمدوا على الفواكه زي التين والبلح، والخضار زي الثوم والبصل اللي اعتبروه علاج طبيعي. وكمان البقوليات زي العدس والحمص كانت البروتينات بتاعتهم اليومية. أما العسل فكان عندهم أغنى من الذهب، بيستخدموه للأكل والعلاج. في المقابل كانوا بيتجنبوا لحم الخنزير وبعض أنواع السمك لأنها كانت بتتربط عندهم بالأمراض. يعني باختصار، المصري القديم كان فاهم إن الصحة مش بس أكل وشرب، ده توازن وحكمة. وده يورينا إن علم التغذية بدأ من مصر. فلو عايز تكون بصحة أحسن، ارجع لجذورك وعيش زي المصري القديم متوازن في كل حاجة.